السلام عليكم أحبتي، مرحبا بكم في قناة حكاية عائشة مع حلقة مشوقة ومثيرة من مسلسل حكايتي. ما تنساش البنات تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة والبارطاج فضلا وليس أمرا، وشكرا لكم مسبقا. في هذا المشهد هذا كنشوفوا منى وجيدة اللي كانوا كيشربوا القهوة، وكانت تقول لها جيدة شتك درتي العقد، ما كانش عندي الوقت فاش نهضر معاك البارح لأن كان صداع وكان ضجيج كما شتي. وهي تقول لها منار شنو فيها أنا عملت هذا العقد هدية ديال الصديق ديالي. وهي تقول لها جيدة صديق ديالك. وهي تسمع الدقان في الباب، وهي تقول لها جيدة أنا غادي نمشي نفتح الباب. ملي فتحت الباب كتلقى عارف، وكتقول لها منار شكون جا، كتقول لها غير الصديق ديالك. و وديك الساعات كتنوض منار كتمشي كتقول ليه شنو واقع، ياك لاباس علاش ما مشيتيش للعمل ديالك. هو يقول لها بصراحة أنا اتصلت بعمران وراه قلت ليه داك الشيء اللي وقع البارح بأن السيد دورسون جا نوض الغواز وبغا يدي رضا، وراه قال لي قول لجيدة بلا ما تتعصب ولا تقلق، راه ما يمكنش يديه إلا بإذن من المحكمة، والمحكمة راه باقي ليها شهور. هو يقول لهم في الحقيقة أنا جيت على واحد الموضوع آخر، هو السلاح اللي كاين في الشقة ديال صابر. جيت باش نشوف شنو غنديروا فيه. هو يقول لهم ما عرفتش شنو غنعملوا فيه. وهي تقول لهم منار نديوه للشرطة. وهي تقول لها جيدة لا ما نديوش للشرطة وإنما نلوحوه في البحر. وهو يقول لهم هو يا عارف إذا غنسول أختي قسمت نشوف واش غتقول ليا. قالت ليه جيدة ما تهضرش معاها في التليفون، سي عندها وجها لوجه، ربما يكونوا كيتصنتوا ليها وحنا ما بغيناش المشاكل نطيحوا ثاني فشي مشاكل اخرى. اما هنايا سيده فضيله كتدق على ولدها رائف وكتقول ليه حل بابا ولدي راه وجدت لك الشطائر اللي كتبغي. ولكن هو تيقول لها بعدي مني خليني عليك ماشي شغلك فيا. قالت ليه ما يمكنش تبقى هكا، راك غيكون فيك الجوع، انت يومين ما كليتيش. ولكن هو ما تسوقش لها نهائيا وبقى بالجوع ديالو، ما بغاش يفتح لماماه الباب. منار اللي مشات لمقابلة عمل، ولكن كتصل بديك الوقيته ملي كانت غادا لمقابلة عمل بالمحامية قسمت، وقالت لها واش عندك الوقت نتكلم معاك السيدة قسمت. قالت لها ماشي مشكل، غير تكلمي غير تكلمي. قالت لها أنا راه اتصل بيا السيد جيم البارح، واتصل بيا المره الاولى ما بغيتش نجاوبو، اتصل بيا المره الثانيه ما بغيتش نجاوبو، وما كنت بغيت نقلقك ولا نقول لك شي حاجه. ولكن ملي شفتو كيتصل بيا واتصل بيا جوج مرات انا اتصلت بك باش نعلمك. وهي تقول لها قسمات مزيان ملي ما جاوبتيش، صافي كوني هانيه انا غنتكلف بهذا الشيء هذا. وبقات منار كتقول لها شكرا بزاف ودخلت باش تشوف ديك المقابله ديال العمل. الوقت اللي كانت تهضر فيه منار مع قسمت كان السيد جيم عندها وكتقول ليه قسمت ما حشمتيش وما بغيتيش تفرق مع منار، علاش كتصل بها؟ قال لها آه شنو كتقولي؟ وهي تقول ليه شوف انا مابقيتش غنخدم معاك صراحه، انا مابقيتش غنخدم معاك وغنهضر مع الرجال الكبار المعنيين بالامر. وهو يقول لها اذا كتقلبي على الحرب تبدا، اذا تبدا الحرب. وملي خرج تيسد الباب كان تلقى مع عارف، ولكن هو ما شافش عارف، ولكن عارف شافه فاش كان تيسد الباب بعنف. وهو يطلع بقى عارف مصدوم، ويطلع عند اختو قسمات اللي شافته سلمت عليه. وهي تقول لي لاباس شنو واقع؟ قال لها بغيت نشاورك على واحد الموضوع. قالت لي يلا هاجي الغرفه ديالي. وهنايا كيسولها تيقول لها انا شفت السيد جيم هنايا. قالت لي شكون هاد السيد جيم؟ قال لها واحد الزبون ديال السيد عمر. وهي تقول ليه لا انا ما كنعرفوش، ربما جا عند شي حد هنايا لان هذا المبنى فيه بزاف ديال المكاتب، غيكون جا عند شي واحد هنايا. وهي تقول لي علاش بقيتي واقف؟ يلاه جلس واش تشرب اتاي ولا قهوه؟ قال لها لا. قالت لي كي داير لاباس عليك؟ قال لها انا راني بخير. قالت لي شنو واقع؟ قال لها بغيت صراحه نستشر معاك، لقينا السلاح ديال صابر وجيت نسولك اشنو غادي نديرو به، واش نديوه للشرطة ولا شنو؟ وهي تقول ليه لا رميوه في البحر. قال لها كيفاش نرميوه في البحر؟ زعما ممكن اننا نرميوه في البحر؟ قالت لي هذاك السلاح ما عرفناش باش من اسم مسجل، واش من جريمه دايرين بها او اطلاق نار. ما بغيتكمش تدخلوا في شي مصيبه وتوليو في المشاكل. قال لها في البحر ما غاديش يبان. قالت ليه لا ما غاديش يبان. ما تخاف والو، غير رميه في البحر وكون هاني. ويقول لها صافي اذا غادي نوض انايا، يلاه بسلامه. ودع اختو. ولكن كان سيد جاي من سر الجاكيطه ديالو، وملي كان خارج عارف قال السكرتيره يلاه بسلامه الله يعاونكم. وبدا يحزم السيول ديال الصباط ديالو. وكيسمع في ديك اللحظه كتقول السكرتيره القسمات راه اتصل السيد جيم، راه قال بانه نسى الجاكيطه ديالو عندك في المكتب. وهي تقول ليه قسمات راه نساها، ها هي هنايا. وديك الساعات ملي سمع عارف في ديك الهضره صافي بقى مصدوم.
وهنا منار اللي جات من مقابلة عمل وكيسولها عمر تيقول لها شنو درتي، قالت ليه ودي راهم لقاو واحد السيد اخر، ولكن لو كان غير اتصلوا بيا وقالوا لي لقينا واحد اخر ما نضربش هاد المسافه كامله. المهم انا ما عنديش نصيب. وهو يقول لها عمر ما تقلقيش وما تعصبيش. المهم رجع واحد الزبون للبيت باش يشري. قالت لي اين بيت؟ قال لها البيت ديال الام ديالك، شوفي يتباع ونرتاحوا. قالت لي هي واخا يكون خير. وهو يقول لها واخا شي اللي مبغاش تبيعو ولكن انا كنحاول نقنعها. قالت ليه منى ربما يكون عندها الفلوس تعاود البناء ديالو. هو يقول لها عمر ولكن هذا من حقك حتى نتيا وريثة. وهنا كتقول ليه منار يلا بابا عمر الله يعاونك غادي يجيو الوليدات دابا خصني نمشي نوجد شي حاجه ليهم. وهنا سا تلميذ اللي كان هرب من المدرسه ما نعرف فين مشى، وكان عارف يوصل الخروج ديال التلاميذ جا باش يتسناه ولكن بقى كيتسناه. وكان جا معطل سا تلميذ وقال تعطلت. هو يجي من مور عارف وهو يقول لي هنا. هو يقول لي عارف اش كدير هنايا وقتاش خرجتي؟ قال لي انا خرجت عاد دابا قدامك انت كنتي كتشوف السما وما شفتينيش. هو يقول لي عارف واش كليتي؟ قال ليه ما فيا الجوع. قال ليه كيفاش فيك الجوع واش ما كليتيش؟ انا المصروف عطيتك المصروف باش تاكل. قال لي انا راه كليت ولكن بقى فيا الجوع. وهو يقول لي اش هاد الحاله في حوايجك؟ قال لي راه حيت كنا كنلعبوا في الساحه وصافي. قال لي يلاه نديك المقهى باش تاكل. ملي داه المقهى باش ياكل كان تياكل وشاف شي زبائن تما اللي حطوا الخلاص ديال الاكل ديالهم ناض هزو وخشى في الجيب ديالو ورجع تياكل بحال حتى حاجه ما وقع. اما شيرين اللي دخلت على باها وهو كان تيخدم في الخياطه وقالت ليه واش باقي كتخدم؟ راه مشى الحال. قال لها يلاه دابا ال5 ونص بنتي. قالت ليه طاح الظلام. قال لها ماشي مشكل انا باقي خدام. وهي تقول لي شفتك مقلق واش اعترفت لك اختي منار بالجريمه ديال السرقه اللي داروا الفضيله. قال لها اش هاد الهضره كتقولي واش انت ما كتحشميش؟ هي تقول ليه شنو واش انت ما تايقش بيا انا؟ فكر غير مع راسك كيفاش طردت جيداء ومنار في نفس النهار. والله راه كيشوف كل شيء والحقيقه غتبان عاجلا ام اجلا. ودخلت ليه الهضره في راسو وبقى هو غير كيشوف فيها. ما كان عليه الا يلبس المعطف ديالو ويتجه عند السيدة فضيلة اللي كانت متكية وكانت عيانة شوية. وهي ملي دق عليها فتحت ليه الباب وهي تقول لي السيد عمر. قال لها سمحي لي ازعجتك في هذا الوقت بدون ما نخبرك واش انت عيانة؟ قالت ليه شوية ماشي شي حاجة مهمة ضربني غير شوية ديال البرد. وهي تقول ليه باش نعاونك. قال لها صافي سمحي لي غادي نمشي بما انك عيانة غادي نمشي. قالت ليه لا لا غير دخل. وملي دخل بغى يحيد الحذاء ديالو. قالت ليه لا بلا ما تحيدو غير دخل. وملي دخلوا كانوا غاديين للصالون كتقول ليه حتى ولدي رئيف راه عيان وتا هو ضربو البرد وراه في الغرفه ديالو. وملي جلسوا قالت ليه جلس. ملي جلسوا قالت ليه شنو تشرب واش اتاي ولا قهوه؟ قال لها ما شربت حتى شي حاجه اصلا ما غناخذش من وقتك بزاف وسمحي لي على القدوم ديالي بدون خبر. شكرا لك بزاف. وهنا كتقول ليه انا كنسمع ليك. هو يقول لها صراحه جيت باش نسولك شي حاجه. كاينه واحد المشكله تساءلت عليها علاش طردتي منار وجيداء وفي نفس النهار لان بنتي الصغيره قالت لي شي حوايج اللي ما عجبونيش وتوترت بزاف داكشي باش جيت عندك. وهي تقول ليه شنو قالت لك بنتك الصغيره؟ قال لها قالت لي بان منار وجيداء سرقوا لك المجوهرات ديالك وهذا الشيء واش بصح؟ عافاك جاوبيني بكل صراحه. بصراحه انا جاني صعيب نقول لك هاد الهضره ولكن ما كان عليا الا نجي ونعرف من انك نتيا. وهي بقات كتشوف فيه ساكته. وكانت هذه هي الحلقه ديال اليوم. كنشكركم بزاف احبتي والسلام عليكم.